انا والله انا هوت والله الحمد لله، بس كنت مشغوله الفتره اللي فاتت ديت عشان خاطر سليم. بس طلع بس في كلمتين كده، لان انا لو قعدت اكتر من كده انا ممكن يجرى لها حاجه. والله يجرى لها حاجه. دخلت الاطفال جوه، مفيش اي حد معايا عشان خاطر الاطفال ما بحبهاش تسمع الكلام اللي انا هقوله دلوقتي حالا. آه كنت بقدسه يعني، وبقول عليه اللي هو حاجة كويسة، بس دلوقتي خلاص هو خرج عن شعوره المخفي جوزي، يعني اكيد انتوا عارفين. مش عاوزة اجيب في سيرته كتير عشان انا لما بجيب في سيرته بتعب، وهو مش مستحق خالص. هنتكلم في كذا نقطة لان خلاص انا جبت اخري منه. انا ولا بطلع اتكلم فيه، ولا بطلع في ستوري وحش اتكلم عليه، ولا بطلع اجيب سيرته، ولا بالحلو ولا بالوحش. اكيد كل اللي معايا هنا عارف، اقسم بالله ولا بالحلو ولا بالوحش. مرمطت اسبوعين كاملين ولا هو كان سائل خالص. النهارده فعلا جه معايا لان هما كانوا طالبينه عشان خاطر يعمل انترفيو هو كمان، عشان يقدم لابنه. انا كنت تعبت خالص خالص خالص. قدمت له بدل المدرسه 2 و3 و4 و5، وشكرا للناس اللي كانت واقفه معايا اللي هم صحباتي. كان بيساهمني هو انا كنت عاوزه ورقه، وهو كان عاوز يردني مقابل الورقه ديت واعيش مع الحشاشه التانية. انا بصي انا هبهدله. لا، الحشاشه التانية، لان هم جابوا في سيرتي امبارح بالوحش، وانا عماله ساكته ساكته ساكته. بس لما هفتح، لا انا هفتح، لا محدش هيسكتني وهفتح. تعبت انا، نفسيتي تعبت. الواد بيشوفهم على يدكم، شافوا جاب لابنه بلاي ستيشن ولا مش عارف ايه، من ساعتها وانا حاطاه فوق الدولاب. وقت ما بيقولوا كانوا رايحين له امبارح عشان نكون مع بعضينا، كانوا رايحين له امبارح عشان يقضوا معاه اليوم. انا ما عنديش مشكله خالص، مش عاوزه احرم عيالي منه، بس امبارح يعمل فيديو اللي هي المخفيه الحشاشه، وهو كمان الحشاش اللي هي حامل، وتجيبوا في سيرتي وفي سيرة عيالي ديت. ما اسمحش لأي حد سوى مين يجيب في سيرة عيالي. اللي بالنسبة لها واللي بالنسبة له الحشاش اللي بيلبس مراته قمصان نوم في الفيديوهات، انا ساكتة. وحتى ببقي مش عاوزة اقول لكم، حتى ببقي يعني لزق، ولا بجيب في سيرتهم. وانا بطلع اعمل لاولادي تقديمات ولادي ومهتميه باولادي على ابو السوشيال ميديا. مش عاوزه يعني اطلع في السوشيال ميديا ولا عاوزه اهري فيه، بس هو اللي جابه لنفسه. تطلع تقول انا حامل وهجيب لك البنت تبقى اخت الحبيب وسليم. انت يا معفنه وانت يا معفن، تجيبوا بنت رقاصه ولابسه قميص نوم تبقى اخت لسليم وحبيب. يعني انا الشريفه ام طرحه وما بطلعش اقول لفظ على حد من يوم ما دخلت السوشيال ميديا بقالي 3 سنين. كل الناس بتتكلم عليا بالحلو، يجوا هما يقولوا اخوات، انا يبقى اختهم واحده امها بتلبس قميص نوم. يعني انا مش عاوزه اقول الفاظ لان انا جبت اخري، وهو ساكت. وتقول له ايه؟ وفر فلوسك عشان تروح تجيب هديه لام مسلم. هي ام مسلم محتاجه منك هديه يا معفنه يا معفنه؟ ده انا يا بنتي اوزنك فلوس، انا اوزنك فلوس. كل الفلوس اللي انت بتتكلمي عليها ديت دي فلوسي وفلوس عيالي، دي فلوسي وفلوس عيالي. واي حد هيطلع يقول لا، ده انا اللي كنت واقفه معاه. ما بيعرفش يعمل اي حاجه غير اللي هو قاعد على المونتاج يمنتج. انا اللي كنت بدخله الحمام، معلش بقى هي فضايح بفضايح. انا اللي كنت بدخله الحمام، اكل بعمله، كنت مستحمله معاه كتير، بتاع حشيش وخليته يبطل. انا اقول لكم على حاجه، الترند اللي فات ده فعلا كان حقيقي، وكان بيجيب بنات، وكان مزفت على عينه. وانا عشان رجعت له وقلت ده فيك، وكل الناس مصدقه اللي دوت ترند وفيك. بس لا 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 والله لا، اقسم بالله لا. ام سليم مش هتسيب جوزها يروح يحضن في واحده ويبص في واحده شرموطه. سوري 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 بالمنظر ده. انا ما استحقش كده. انا واحده محترمه وشرقويه، وهو المعفن ابو قميص نوم، ابو قميص نوم وابو قطايه وابو تاتو بمعنى الصح. سايبها تطلع بالتاتو بالقرف بتاعها
عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر شويه مشاهدات؟ يا لهوي، فين الشراقوة؟ فين الدم بتاع الشراقوة؟ فين غيرتك على المسلم؟ فين حبك للمسلم؟ يدا انت معفن يلا. يدا انا كل الناس كانت تفضل تقول لي بلاش هو، وانا اقول هو. خلاص خلاص، كله الا خط احمر. جبس في اللايف وانا هزقتك انت والرقاصه والحشاشه بتاعتك. بلاش تجيب في سيرتي. انا دخلت العيال الاوضه جوه عشان ما يسمعوش. سليم خش جوه الاوضه، ما تخرجش من اوضتك، عشان مش عاوزاهم يسمعوا الكلام ده. انا الصور بتاعتك بتتبعت لي وبخاف اوريها لعيالك. عيالك بيصلوا عليك كل يوم وبقول لهم مسافر عشان خاطر شغله. بس للاسف خط احمر لما زباله وزباله يطلعوا يقولوا اخت لسليم ومش عارف ايه. جماعه انا معلش في اللايف ده انا جوايا حاجات كتير جدا، معلش لو كنت قلت كلمه وحشه، بس اقسم بالله العلي العظيم ربنا العالم بيا، هو ما يعلمش بيا. والناس اللي عماله تقول لي هو كان معاكي النهارده، ايوه هو من حقه اللي هو يبقى معايا، ومن حقه اللي هو اللي يجري، مش انا اللي اجري. مش انا اللي عليا متوته اجري بالواد واروح اقدم له واروح ادفع له فلوس واروح اعمل. انا بقالي اسبوعين على كده، انا بقالي اسبوعين على كده قسما عظما ما بشوفش النوم. انا ما بشوفش النوم. في ناس كتير جدا وقفت لمدارس عشان خاطره، كان ناقص له ورقه وهو بيساهمني بالورقه عشان ارجع له وهي تبقى معاه. بس للاسف مش هيحصل، مش هيحصل، مش هيحصل، عشان تبقى عارف. وعاوزه اقول لك اقسم بالله لو ما احترمتش نفسك ولو جبت سيرتي في اي فيديو تاني، انا لغايه دلوقتي ولا راضيه ارفع قضايا ولا راضيه اخلعك ولا راضيه اعمل اي حاجه. بس ستوب لغايه كده. انا ولا سيرتي تتكب معاك في فيديو ولا سيرتي ولا سيره عيالي. انا زي ما انا بحترمك ومش بجيب في سيرتك، انت كمان تحترمني بدل وقسما عظما ولا تشوف عيالك ولا تبص عليهم حتى. وقضيه الخلع ديت انا اللي هخلعها وفي ثانيه، وانتوا عارفين في ثانيه انا بالدلايل اللي معايا ديت اخلعها. يا خاين يا بتاع العرفي، يا ابو 7 شهور، يا ابو 7 شهور بروح كريب سيتي كريب. بلاش الفضايح وبلاش تجيب في سيرتي وبلاش مقاميس نوم ام كباريه. يا ابو كباريه، مبسوط وانت بتروح كباريه؟ مبسوط كده؟ مبسوط؟ ده انت كنت بتصلي وعارف ربنا. انا طولت معاكم. انا الرساله اللي عاوزه اوجهها له، انا اسفه على كل كلمه انا طلعتها، لان انا بجد وحياه ربنا في قلبي وانا مش عاوزه اخلي حاجه في قلبي. انا اسفه، انا اسفه والله العظيم، عشان انا ممكن كان هيحصل لي حاجه. انا بنام زعلانه وحصل لي زي حاجات حمراء في رجلي، فلما رحت كشفت عليها قال لي ديت تاثير جلطه. فبلاش بقى، خلاص احنا ننهي الموضوع. انا عاوزاكم كلكم تروحوا تقولوا له ولا تجيب سيره ام مسلم بالحلو ولا بالوحش. انا مش عاوزه اسمه يتقال على لسانه، وانا كده كده اوريدي انا بشوف مشروع ليا عشان افتحه. اكيد انتوا عارفين، في معظم الناس عارفين اللي انا بدور على فيلا عشان اعمل بيوتي سنتر، عشان خاطر انا مش طايقه ابقى معاه، مش طايقه ابقى هنا اساسا في المدينه. انا بدور في الشروق في بيوتي سنتر، وان شاء الله باذن الله تبقى حياته كلها في الشروق، مدرسه ابني والبيوتي سنتر وكل حاجه. انا طولت عليكم، بس اللي عاوزه اقوله لكم اللي هو ما يجيبش في سيرتي، ولا هو يجيب في سيرتي ولا انا اجيب في سيرته. وخلي بالك يا جبس، لو انت جبت في سيرتي اقسم بالله كل يوم هعمل لايف وهطلع افضحك. انا مش راضيه اجيب، انا بس قلت على الفيديو بتاع امبارح بتاع الحمل. مبروك يا اخويا، مبروك يا ابو البنات، مبروك يا حبيبي. الناس بتتمنى اللي هي تجيب ولاد، وانت بتتمنى اللي انت تجيب بنت. مش فاهمه الناس دي ايه. الرجاله ديت بحس اللي هي مخها بتطير والله. فانا عارفه ان انا طولت عليكم واسفه على كل حاجه. فخلاص هم دوت اللي انا طالعه اقوله، ويا ريت تبلغوه، لان بيجي لي ناس كتير جدا بيفضلوا يتكلموا عليه. انا مش عاوزه كده، ومعلش وما تحاسبنوش عليه، ما تحاسبنوش عليه. ده ابو عيالي برضو ولسه محترماه لغايه دلوقتي، بس ما تحاسبنوش ولا تقولوا له اي حاجه. كل اللي عاوزاه منه اللي هو ولا يجيب في سيرتي ولا انا اجيب في سيرته. انا يا سيدي بعمل محتوى غير بتاعك. انت واحد معاك واحده لا مؤاخذه يعني
في الكلمه شرموطه وبتلبس قمصان نوم وعامله تاتو وقاعده، وانا واحده محترمه وبفسح عيالي واجيب لي عيالي حاجات، فانا ولا بجيب في سيرتك ولا انت تجيب في سيرتي يا ابن الناس. كلكم يا جماعه تخشوا تقولوا له كده، لان اقسم بالله لو جاب في سيرتي تاني قضيه الخلع ديت لا تترفع ومن الصبح، وانتوا عارفين في ثانيه بالفيديو اللي معايا اللي انا كنت مصوراه ومسحته تقديرا لابويا والخالي مش تقديرا له. تمام؟ بالفيديو دوت هروح اخلعه وفي ثانيه وفي جلسه واحده، ومحامين كتير جدا كلموني عشان يقفوا معايا، بس انا للاسف مش راضيه عشان خاطر باقيه عليه وباقيه على العيش والملح. تمام؟ بحبكم كتير وانا اسفه والله العظيم على انفعالي وعن كل حاجه. مع السلامه، وان شاء الله باذن الله هتشوفوا